السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل السمك البربوني. ده السمك البربوني، هنشوف بيتنضف ازاي وبيتقلي ازاي. طبعا السمك البربوني ده سمك جميل جدا، يقال ان هو بيتغذى على الجمبري، فطعمه زي طعم الجمبري بالظبط. وهتعامل معاه في التنظيف كأنه السمك بلطي فيه قشر. ازاي القشر اهوت هنضفه وافتح البطن ونشوف هنتبله ازاي. السمك البربوني اهوت بعد ما شلت القشر من عليه وفتحت بطنه ونضفته. حضرت التتبيله بتاعت السمك اللي هي عباره عن ملح وكمون وكزبره ناشفه وجنزبيل وفلفل احمر، دقاهم مع بعض وعليهم عصره ليمونه، وطبعا كمان عصره ليمونه. بجيب انا التتبيله وبرشها عليها بالشكل ده واقلبه مع بعض، واجيب الفلفل الليمونه وبعصر عليها واسيبها في التتبيله ديت 10 دقايق واقلبهم مع بعض. بعد كده هنشوف هنقليها ازاي. بعد السمك البربوني ما تبلته وقعدت في التتبيله 10 دقايق، بجيب السمكه واعفرها في الدقيق بالشكل ده. وزي ما احنا قلنا قبل كده اننا عشان ما يبقاش فيه دقيق زياده بحطها في الميه انزل الدقيق الزياده. وعند الطاسة فيها المادة الدهنية الزيت بحطها وببدأ أحمرها بالشكل ده. حطيتها في الزيت بالشكل ده، هسيبها تتحمر واقلبها على الوش التاني. بعد كده نشوفها تتقدم ازاي. وكده السمك البربوني بعد ما اتقلى. وطبعا علشان تبقى وجبة غذائية متكاملة يتقدم معاه رز حباية وحباية، ويتقدم معاه سلطة خضراء، ويبقى وجبة غذائية متكاملة وبالهنا والشفا. وكده أكون انتهيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.